عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم جاتو غولي او سيترون، جاتو بالليمون، بطريقة هايلة لسهراتكم. نتمنى على عجبتكم لا فيديو ديروا لي جام وفرجة ممتعة. راح نبداو لو جاتو تاعنا بلا جينواز. نحتاجو الأربع بيضات وقريصة ملح 4 اون بانسيت سال، وراح نخفقوا هذا البيض تاعنا جيدا تقريبا لمدة 10 دقائق. يكون البيض تاعنا بحرارة الغرفة. فوالا نخفقوه جيدا، وراح نضيفوا له 120 غرام سكر، 120 غرام دو سكر كريستاليزي، سكر عادي. نحطوه على 2 خطرات ولا 3 خطرات. فوالا قلت لكم تخفقوها جيدا. لازم لكم تجيكم هذيك لاباري تاعكم بيان 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 موسوز، تكون طالعه مليح باش يصلح لكم لو بسكوي تاعكم. هذه من شروط النجاح. هنا شوفوا دير لكم هذاك لو روبون، دير لكم واحد الشريط من الفوق، معناتها راهي جاهزه. وراح نضيف لها 120 غرام فرينة مع قريصة خميرة كيميائية. On va rajouter 120 grammes de farine avec une pincée de levure chimique. انا نحط شويه خميره كيميائيه، وراح نخلطوا الفرينه اللي كنت نخلتها دو فوا. هذه لا تروازيام فوا، جو لي تاميزي دو فوا بلس سيت فوا. انا نخلتها 3 مرات الصراحه، لانها راهو البرد راح تكون لوميديتي في الفرينه تاعكم وراح تعذبكم. اذا انخلوها جيدا ونخلطوا من الفوق لتحت، من الفوق لتحت هكذا، باش دخلوا الفرينه تاعكم جيدا في الخليط. وراح ندير ان بلاطو نحط فيها بابي كويسون، نحط صينيه اللي تروح الفرن، ونحط فيها ورق زبده كما تشوفوا هنا. وراح نحط الخليط تاعي، نحطوه ونديروها في فرن مسخن على 180 درجة من 10 إلى 12 دقيقة. Je vais la cuire dans un four préchauffé à 180 degrés de 10 minutes jusqu'à 12 minutes. هذه الوصفة المعتمدة عندي في لو بسكوي وهايلة وناجحة. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة، راح تنجحوا فيها كما ننجح فيها أنا. هاوليك من بعد ما طاب ابري كويسون جو في هنا نحطو فوق نوتر بابي كويسون، فوق ورق زبده واحد اخر الي اونكور شو. نحي لو بابي تاعي، نحي الورق تاع الزبده. فوالا اي اون فا لو رولي. هنايا شوفوا نحيت ورق الزبده، راح نلويه ونحطو فيه نوتر بابي كويسون ونخليه يبات ليله كامله. اي جو في لو ليسي توت اون نوي. انا دائما ندير لي بسكوي نهار من قبل باش يصلح لكم لو بسكوي تاعكم. وجي بريباري ان سيرو هذا لو لوندوما. دوك شوفوا نخليوه ليله كامله كيما قلت لكم. والغدوه الصباح جو في توريفيي دي زامون ديفيلي افيك ان بو دو سكر غلاس. هنا راح نحمر شويه رقائق اللوز مع القليل من السكر البودره، يعطيها بنه خاصه، يسون مانيفيك. هنا عندي كريم سيترون اللي ديجا درتها الي سور ما شان. جو في فو ليسي لو ليان في لا بار دانفو. نخلي لكم الرابط الفيديو في صندوق الوصف، يعني اللي موجود. كاينه واحد السهم تتكي على السهم هذاك يخرج لك صندوق الوصف. هنا نخلطها مع القليل من الشونتي، شونتي بودره خلطتها مع الحليب. سي هنا اون شونتي بودر دو شونتي افيك دو لي، تعرفوا كامل ديروها. رايحين نتحصلوا على اون كريم، كريمه هايله هايله وبنينه. ما تترددوش تجربوا هاد الوصفه، راح تعجبكم بزاف. هنايا شوفوا راني جبت لو غولي تاعي، شوفوا كيفاش صباح. راح ندير له لو سيرو. لو سيرو j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé avec à peu près un verre d'eau. Je l'ai fait bouillir pendant 10 minutes. Un peu de vanille. درت السيراب تاعي بزوج ملاعق سكر وكاس ماء تقريبا ولا اكثر، وقليل من الفانيليا. غليته 10 دقائق. هنا جو في امبيبي مون بسكوي اي جو في راجوتي ما كريم. هنا شمخت البسكوي تاعي وراح
نوزع الكريمه. جو في ايطالي ما كريم افيك اون سباتول نستعملوها. شوفوا حطوا الكريمه كيما تحبوا صدقوني. هنا لي زامون ديفيلي تاعنا طوريفي، رقائق اللوز اللي كنا حمصناهم يعطيوها بنه خاصه. صدقوني يعني قلت لكم جربوا هاد لو غولي ما تندموش عليه، راح تدعيو لي. وهنا راح نرولي لو بسكوي تاعي ونروليه كما تشوفوا يترولا وحده. شوفوا لانه ناجح فوالا. وراح نلفو بالبابي كويسون. عندي طريقه خاصه باش نزيرو باش نسقمو لو غولي تاعنا. فوالا نديرو بابي كويسون ونجيبو اون ريغل او بيان ما عباليش واش عندكم. شوفوا فوالا انا درت هاد لو باتون فوالا بور بيان سيغي مون غولي. هنا تزيري مليح لو غولي تاعك بالبابي كويسون. شوفوا الطريقه هذه مهمه باش يجيكم لو غولي تاعكم ما يتحللكمش ما يتحلش فوالا ماش حيتفتح فوالا. وراح نزيد ندير له ورق زبده واحد اخر فوالا. شوفوا زيرته مليح. نحطو فيه ورق زبده. جو في لو ميتر دون ان اوتر بابي كويسون اي جو في لو ميتر او كونجيلاتور بوندون اون دمي-heure. وراح نحطو في المجمد لمده نصف ساعه. ومن بعد جو في لو غارنير دو كريم. راح نزينو بالكريمه اللي حضرناها كيف كيف اللي كانت اباز دو كريم او سيترون اي دو شونتيي. كانت كريمه الليمون. وهنا وهذه الطريقه انا الطرق هذو تعلمتهم من عند الشيف للصراحه نستفادوا منهم بزاف. فوالا نديرو بابي كويسون فوالا. وراح نجبد فوالا pour bien répartir ma crème وتكون عندنا une surface lisse ونتحصلوا على سطح املس لو غولي تاعنا هكذا فوالا فوالا. ومن بعد راح نملسو فوالا. وراح نحط له لا كريم او سيترون من الفوق اللي كنت حضرتها. قلت لكم الوصفه موجوده لكن فيها فارق صغير. في لا روسيت qui est sur ma chaîne, j'ai mis une petite cuillère de maïzena. Ici, j'ai mis de la gélatine en poudre, pardon. هنا في الوصفه اللي تروحوا تشوفوها حطيت ملعقه من المايزينا، لكن في هذه درت ملعقه من الجيلاتين بودره. حطيتها في كميه من الماء. je l'ai mise dans un peu d'eau, une cuillère à café de gélatine, un peu d'eau froide. Je l'ai laissé pendant une demi-heure. J'ai obtenu une petite masse de gélatine que j'ai incorporée dans ma crème au citron. حصلت على ماس جيلاتين حطيتها في كريمه الليمون. لا كريم او سيترون فو لا ليسي ا تمبيراتور امبيونت. يعني كي تحضروا الكريمه تاعكم ما تحطوهاش في الثلاجه باش تغلفوا بها. وهنا جي في دي روزاس افيك ما كريم او سيترون. جي ديكوري افيك دي زاموند افيلي توريفيي. j'ai mis les amandes effilées tout autour pour rappeler que j'ai mis dedans des amandes effilées torréfiées. انا حطيت رقائق اللوز حول الطبق باش نقول لكم باللي يعني راهو داخلو اللوز محمص فوالا. شوفوا لو غولي تاعي جا هايل. نتمنى منكم لا عجبتكم هذه الوصفه بيان سور ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديوهات قادمه. تركتكم في رعايه الله وحفظه.